ويا مساء الخير على الجميع يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد على عيونكم الحلوين. طبعا انا سربت الولدين وابوهم ودخلت عملت بقى ايه كوباية قهوة كده، قلت اروق على دماغي ودماغ دماغي عشان دماغي كانت خلاص متدمرة. فالمهم بقى عملت كوباية قهوة، قلت مخمخ كده دماغي علشان هنعمل مع بعض بقى حاجة جامدة قوي. هنعمل مع بعض حاجة ممنوعة عندي في البيت، الا وهي الاندومي يا جماعة. احنا هو صبينا القهوة بتاعتي ويلا نروح بقى نشربها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه في الاندومي اللي بصوص المحار الحار. ليتس جو. طيب بما اني قاعدة لوحدي بقى فنعمل الجريمة الجميلة اللي هنعملها دلوقتي دي. المية غليت معايا اهي وقطعت نفسها. هنفتح الاندومي وهنحطها علشان نشوف هنعملها بايه. هنا نزلت الاندومي يا جماعة بتاعنا علشان يتسلق براحته ونقفل عليه بقى. هنا هنطلع بقى التوابل بتاعة الاندومي اهي، وده برضه هننزله. عايزه اقول لكم بقى ان انا جايبه صوص المحار، لسه جايباه جديد، وبرضه لسه هجربه اول مره اجربه، صوص بنكهه المحار اهو يا جماعه. ومطلعه معايا الشطه كمان علشان الاندومي مبقاش فيها شطه، مع ان انا عندي الشطه الكوري بتاعت الاندومي، بس يلا نجرب برضه. المهم هنحط شطه من دي، ومعايا بقايا صويا صوص. يلا نمكسهم ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هننزل بيها معلقه صغيره من الصويا صوص، او معلقه كبيره حسب ما انت تحبي. وانا نسيت افتح العبوه دي، هفتحها. اوعى. يا جماعه انا حاسه كده ان انا عايزه ادوقه قبل ما احطه. امم امم بصوا بصوا بصوا. اوبا يا نهار ابيض. على فكره انا دقت طعمه لسه مش مفهوم قوي. وهحط كمان معلقه عسل نحل. طبعا انا ما لقيتش عندي صلصه ولا كاتشب. نحط كمان الشطه بتاعتي. اوبا. ما ننساش نحط ايه التتبيله بتاعتنا. ومكس يا معلم. بتاع الصويا صوص اللي انا بزوده انا بحبه بصراحه. طبعا الجريمه دي لازم تحصل والعيال مش موجوده طبعا، معروفه يعني. نزود حبه. بص تقيله ازاي يا حبيبي، يا رب يطلع حلو. تعالوا نبص على اندومي بقى. يا جماعه لقيت عندي كاتشب اهو. يلا بسرعه حط بقى عليه. كاتشب او الصلصه عايزه اقول لكم بتحليها جدا. عملنا ميكس رهيب.
المفروض احط معلقتين من الميه بتاعت الاندومي. ونقلب يا معلم. اول بقى ما الاندومي يخلص هقفل عليه واصفيه ونرجع مع الحله تاني. بصوا هطلعه بقى، انا دلوقتي هقفل عليه في المرحله دي كده. خلاص يلا بينا بقى. بس الحله نحط حبه زيت زقنانين كده. حته تومه. نجهز للجريمه بقى. بصوا انا ما صفيتش الميه كلها، الميه كده وفيها حبه ميه. نص دقيقة بالظبط ونقفل عليها. يمي يمي يمي. او ماي جاد، تحفة تحفة تحفة. حاسة اني عايزة من ده. زودوا يا جماعة، تدوقوا كده وزودوا. دوقوا وزودوا براحتكم.
بس هي مش حامية، فكده نحمي شوية بقى. عشان ايه تبقى ملزلزة كده. واو واو واو. بس بقى الاندومي انا باكلها كده، شايفين كده اهو. اوبا، تحفة تحفة تحفة. شايفين دي هتطلع كبيرة كده. او ماي جاد. باي 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 باي. اروح اكلها. تعالوا شوفوها من على قرب كده. الميكس ده رهيب يا جماعة، اعملوه على ضمانتي. الميكس ده تحفة تحفة تحفة. انتوا فاهمين يعني ايه بتعملوا اندومي كوري بالاندومي المصري؟ دي حاجة يا جماعة، انتوا لو وصلتوا للدرجة دي هتبقى حاجة تحفة تحفة تحفة. على فكرة ده مش غالي، ده مش غالي، تقريبا ب50 جنيه كده، بس بيقعد معاكي كتير جدا طبعا. وده نفس الكلام كان ب30، ودي كانت 18 تقريبا. فالحاجات دي مش غالية. الغلو بقى في ان هي مستوردة، فاهمني؟ يعني الاندومي الكوري مستوردة دلوقتي بقت بكام؟ انت اعملي اندومي مصري بالحاجات الكوري هتوصلي لنفس النتيجة. رهيبة رهيبة رهيبة. لما كنتش لابسة بيجامة العيد وما كنتش بشعري كنت اوريكم وانا باكلها بصراحة، بس الجو حر ويلا بينا بقى، انا عايزة اكلها. باي باي.